السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك، جمهور الزمالك في كل مكان داخل مصر وخارج مصر وفي كل مكان في العالم. كل الدعم من جمهور نادي الزمالك لنادي الزمالك والأسد الزمالك سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادينا الزمالك. أنت يا مرتضى والشرف لينا نحن جمهور الزمالك. أوجه رسالة هنا للسادة المسؤولين عن الإعلام في مصر. هو الإعلامي اللي اسمه أحمد شوبير، هو القناة اللي هو شغال فيها اللي هي أون تايم وزورت دي، هي القناة دي بتاعت حضرته ولا القناة دي بتاعت النادي المنافس، ولا هي أساسا قناة عامة لجميع جمهور الأندية الكرة المصرية، الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمصري والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ ودمنهور وشبين يعني وسوهاج واسيوط يعني جميع الجماهير الانديه. هو انت يعني مفيش الا نادي الزمالك؟ هو نادي الزمالك مباح عندكم كده يا جماعه؟ لا، جمهور الزمالك بيقول لكم ابعدوا عن الزمالك. بقول للكابتن اللي اسمه احمد شوبير ده، انا واحد من جمهور ومن عشاق نادي الزمالك، بقول لك ابعد عن نادي الزمالك بعد اذنك. وبالمناسبه انا من طنطا، وحضرتك ده مرتضى منصور بالنسبه للحاجات اللي بيعملها للمواطنين وللشعب المصري في مسقط رأسه قرية بشلوش، الخدمات اللي بيعملها بسم الله ما شاء الله عليه، والخدمات اللي بيعملها للشعب المصري في مدينة متغمر أهله وناسه حاجات بسم الله ما شاء الله عليه. حضرتك أنت فين من الشعب المصري في طنطا؟ إيه الاستفادة اللي استفادوها من حضرتك المواطنين المصريين في طنطا؟ بالعكس، حضرتك اللي بتستفاد من المواطن المصري في طنطا. بقيت شخصية عامة وبقيت مشهور وبتاع ده، ايه اللي لسه مفيش حاجة. لكن الراجل مرتضى منصور اللي انتوا بتحاربوه ده والشلة المتزملكة والكلام ده كله، جمهور الزمالك بيعشقوا ليه يا كابتن؟ او بيعشقوا ليه يا الاستاذ الاعلامي؟ عشان الراجل ده زملكاوي قبل ما يكون رئيس نادي للزمالك او عضو مجلس اداره في الزمالك، هو مشجع درجه ثالثه لنادي الزمالك. من هنا من عند ربنا جعل له قلوب بتحبه، ان هو جماهيرته شعبيه نادي الزمالك، عشان هو زملكاوي بجد. زملكاوي بيعشق حاجه اسمها تراب بلده، وبيعشق حاجه اسمها نادي الزمالك. الراجل بيجي يدعم لنا لكره القدم والطايره والسله واليد والتنس الارضي والتنس الطاوله والسباحه والجمباز والجودو وكل حاجه. ولا انتوا يا جماعه شاغلين بالكم للزمالك ليه على الفاضي وعلى المليان، وخاصه لما يكون الراجل الاسد ده اللي موجود؟ احنا بقى نحن جمهور نادي الزمالك قلت لكم يا جماعه ابعدوا عن نادي الزمالك. ويا كابتن، هو لو انت عاوز تروح تشتغل او بتتكلم بلسان حال النادي المنافس، ما تروح يا كابتن اشتغل عندهم في القناه، في قناه النادي المنافس. لكن حضرتك الاصول تحترم الراي العام المصري في الرياضه، في كره القدم المصريه، لان انت بتخاطب العقول. والناس دي طبعا جماهير الانديه ناس عندها عقل وقلب، ناس بتفكر. سيادتك انت تطلع على قناه عامه فتخاطب الناس بالحياد. سيادتك انت بقى لو نزلت مرتضى منصور ده في طنطا عندنا، هيبقى له شعبيه وجماهيريه عنك يا كابتن في الشارع، عشان الراجل ده هم بيقولوا صوته عالي. صوته عالي بس حقاني وقلب ابيض، عشان كده ربنا معاه وربنا بيكرمه.
فيا كابتن بعد اذنك ابعد عن نادي الزمالك، وهرجع لك تاني، بس هوجه كلمه للساده المسؤولين عن الرياضه في مصر. بعد اذنكم ايها الساده المسؤولين عن الرياضه في مصر، علشان كره القدم المصريه والرياضه في مصر عامه يعني، الرياضه في مصر بصفه عامه ان صلح حالها لابد من تطهير اعلام الرياضي في مصر من هؤلاء الاشخاص، عشان نغير حتى من المغرب. ربنا بالمناسبه ربنا يكرمهم، وعندهم مباراه البرتغال ان شاء الله، لو عدوها يصعدوا الدور الاربعه، ودي تبقى انجاز تاريخي ما حققوش اي منتخب عربي قبل كده. تحيه مننا للجمهور ومملكه المغرب الشقيق، ان هم ان شاء الله ربنا يكرمهم كده ويعدوا من الاحسن للاحسن، ومن تقدم ومن نجاح لنجاح باذن الله. وبرضه منتخب تونس كان مشرفنا، ومنتخب السعوديه والتنظيم العربي الجميل في قطر، حاجه جميله جدا يعني. من هنا نقول لهؤلاء طهروا لنا الاعلام الرياضي في مصر من هؤلاء الاشخاص عشان ينصلح حال الرياضه في مصر. انما مرتضى منصور، نحن جمهور نادي الزمالك خلف وظهر الراجل ده، داعمين للراجل ده عشان هو ده صوت الحق لنادي الزمالك. ولا احنا ناسيين العشريه السوداء بتاعت ممدوح عباس وشلته والمتزملكين؟ وبخاطب هنا برضه الناس اللي يقال عليهم رموز نادي الزمالك. لا، انا عاوز الرموز الحقيقيين، هم دول اللي احنا جمهور الزمالك بيحترمهم وبيمشوا مع دماغهم. كابتن احمد عبد الحليم، كابتن عبد الحليم علي، كابتن طارق يحيى، كابتن حماده عبد اللطيف، وليد صلاح عبد اللطيف، كابتن محمد صبري، ناس كتيره. نادي الزمالك نادي الاساطير وليس الاسطوره الواحده. بس ده حسن شحاته، حسن شحاته ايه؟ الزمالك وجمهور نادي الزمالك يعرف يعني ايه الاساطير بجد. اسطوره نادي الزمالك اللي بيدافع عن نادي الزمالك وهو داخل النادي وهو خارج النادي، لما بيلاقي حد بيواجه النادي فبيحارب عنه. لكن احنا مش شايفين الناس دول، كابتن حسن شحاته ولا كابتن حازم امام ولا فاروق احفر ولا كابتن ايمن يونس. الناس دي بتمثل نفسها بس، ولا هشام يكن ولا الكلام ده كله. احنا بنعشى بقى الناس اللي بتتكلم. شوقي السعيد ده جه لعب في الزمالك سنه ولا سنه ونص ولا سنتين، بس زملكاوي. جمهور الزمالك بيعشقه عشان بيتكلم نادي الزمالك. كابتن حماده طلبه لعب في نادي الزمالك سنه او سنتين بس زملكاوي. كابتن هيثم فاروق لعب في الزمالك سنه ونص ولا سنتين بس زملكاوي. احترامي اللي يقال عنهم اساطير، اساطير مزيفه. وجمهور نادي الزمالك زهق بجد. احنا زهقنا، واحنا خلف وظهر الراجل ده اسد نادي الزمالك. واتمنى انا على طول جميع مجالس اداره نادي الزمالك تكون في شخص مرتضى منصور، اسد الزمالك، رئيس نادينا والفخر لينا انت يا مرتضى. احنا بنعشق الكيان وبنعشق تراب بلدنا مصر. بنعشق الزمالك في الانكسار قبل الانتصار. عشان قلتها قبل كده، جمهور الزمالك بيشجع بقلبه وبعقله. فيا جماعه ايها الساده المسؤولين عن الرياضه في مصر، طهروا الاعلام الرياضي في مصر من هؤلاء الاشخاص عشان ينصلح حال الرياضه في مصر. وهنفضل على طول داعمين ومساندين لنادي الزمالك والاسد الزمالك سياده المستشار مرتضى منصور. نحن جمهور نادي الزمالك من اسوان لاسكندريه ومن حلايب وشلاتين لطنطا. بقول للكابتن احمد شوبير واي حد بيشغل دماغه بنادي الزمالك، نحن جمهور نادي الزمالك كنا عملنا حاجه كده، في دواء كده اسمه
مضاد حيوي لكل اعضاء نادي الزمالك. على فكره متوفر في جميع الصيدليات على مستوى الجمهوريه، ومجانا على حساب جمهور نادي الزمالك. اللي هيروح يصرفه يصرفه ببلاش. اسمه مضاد حيوي لكل اعداء نادي الزمالك. ده كل 12 ساعه، وفي كل 8 ساعات اسمه شاغلين بالكم بالزمالك ليه. ده متوفر في جميع الصيدليات وجميع السوبر ماركت على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اللي هيروح يصرفه اللي شاغل باله بالزمالك، واللي عنده حاجه من الزمالك هيروح يصرفه ببلاش مجانا على حساب جمهور نادي الزمالك. كل الدعم لنادي الزمالك والاسد الزمالك سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادينا، والشرف لينا انت يا مرتضى وزملكاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته عاشق الزمالك.